السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم؟ يا رب تكونوا بألف خير. فيديو جديد النهاردة مع بعض. نبدأ الفيديو بالصلاة على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة تنحل بها العقد وتنفك بها الكرب وتقضى بها الحوائج. اللهم آمين يا رب العالمين. صباح الخير والبركة والرزق علينا جميعا يا رب العالمين. اللهم إني أبرأ من حولي وقوتي وألجأ إلى حولك وقوتك يا ذا القوة المتين. طبعا، اول حاجة عملتها كده في الفيديو ان انا عملت قهوة. بصراحة ما كانش ليا نفس افطر خالص، بس يعني ما شربتش القهوة اول ما صحيت من النوم. اول ما صحيت من النوم يعني صليت وشربت مية كده يعني وايه ولفيت شوية. وبعدين بدأت ان انا ايه اعمل القهوة. وكان فيه علبة كده في التلاجة بقالها فترة يعني، بس يعني الكيك حلو زي الفل. طلعت كده قطعتين جنب القهوة وخلاص على كده. ده كان الفطار بالنسبة لي. طبعا هو مش صحي ان احنا نبدأ اليوم بكده. بس والله ما كانش ليا نفس افطر خالص، ف يعني مشيت نفسي بكده. وكنت مصدعة قوي ومكسلها، فقلت ايه، اشرب القهوه كده وافوق واقوم اشوف اللي ورايا. طبعا وانا بشرب القهوه قعدت بقى سجلت كل اللي انا عايزه اعمله في اليوم ده. بصراحه الورقه والقلم دول يعني عايزه اقول لكم عقلي التاني كده ما بقدرش ان انا استغنى عنهم خالص. يعني انا من الناس اللي بنسى شويتين تلاتة كده، فلازم بسجل طبعا كل اللي انا عايزه اعمله علشان ما انساش اي حاجه. المهم قمت بقى كده برضو ظبطت الاوضه وشلت الملايه وفرشت ملايه نظيفه ولمعت الخشب بتاع الاوضه وبقيت زي الفل. وبعدين كنت مدخله مشايتين كده الحمام يتغسلوا. ف يعني بلتهم. وبعدين بالفرشة كده وعلى السريع غسلتهم. مرحلة النقع دي مرحلة مهمة جدا جدا، بتدوب البقع. خصوصا بقى لو انتي مثلا حاطة على المية بتاع النقع ديت شوية من كلوريكس الألوان أو مزيل بقع أو أي حاجة. وبعدين بقى ايه بالفرشة كده على السريع هتبص تلاقي اصلا الحاجة نطفت معاكي وبقت زي الفل وايه والوانها بقت زاهية وجميلة كده. اليوم ده كنت هعمل للغدا سمك مشوي. عايزه اقول لكم جربوا الطريقه دي هتعجبكم جدا جدا. السمك ده سمك بوري. عايزه اقول لكم انه حلو قوي قوي يا بنات، ما شاء الله. هو اصلا يعني سمك البوري معروف ان هو احلى سمك في الشوي، بس انا كنت هشويه برده فما فتحتهوش. يا دوب بس غسلته ويعني القشور اللي اتشالت كده شلتها وخلاص. يعني ما ارهقتش نفسي اكتر من كده في تنظيفه، لان هو اصلا كده كده القشره بتتشال وبتترمي وخلاص على كده. تحت المية الجارية كده بس اهم حاجة. و بالشكل ده وتغسلي الخياشيم بتاعته كويس قوي وخلاص. كده بيكون نضيفه زي الفل. اهو بس كده. نزلت بقى برضو الطبق كده تاني في الحوض، وهبدأ برضو ان انا اشطف شطفتين كده. وهبدأ بقى طبعا ان انا انقعه شوية علشان طبعا اي زفارة اي حاجة تروح. الطبق ده بقى هحط بقى شوية من الدقيق والملح والليمون، وهسيبهم بقى يتنقعوا شوية كده وارجع لهم تاني على طول. بصوا، بالنسبة لنقع الفراخ او السمك او كده، خلي عندك علبة كده حطي فيها مثلا حوالي نص كيلو دقيق، عليها كيس ملح وعليها معلقتين تلاتة كده من الزنجبيل. وخليها عندك كده جاهزة على طول لنقع بقى ايه، فراخ او سمك. بصراحة بتنفع وبتكون منجزة وبتمسكي بقى حاجة واحدة، بدل مثلا ما تفتحي علبة الدقيق او كيس الدقيق وترجعي للملح وترجعي للجنزبيل. ف يعني تبقى علبة واحدة كده مجمعة فيها كل حاجة وخلاص. شطفت بقى هنا السمك كويس، وبعدين حطيته في المصفى دي علشان يصفي اي ميه فيه. علشان بقى ابدا دلوقتي ان انا ايه يعني احطه في الرده وكده، وابدا ان انا احطه في الفرن.
طبعا انا كنت هشويه في الفرن عادي، بشغل من تحت وبشغل الشواية من فوق، وطبعا النار بتكون عالية قوي علشان طبعا السمك يفضل طري، وفي نفس الوقت ياخد لون حلو معاكي. بصراحة مفارش السفرة دي بتنفعني جدا برضو. حطيت كده قطع على الرخامة، وحطيت شوية ردة، وحطيت شوية ردة كده في الصاج، مش كتير يعني علشان بس ما تدخنش قوي. وبدأت ان انا اغلف السمك بالردة كده، ولا حطيت ملح ولا حطيت اي حاجة. احنا كده كده هنعمل دقة دلوقتي جميلة قوي قوي قوي، يعني بجد بطريقة المحلات هتعجبكم جدا جدا. وان شاء الله باذن الله تجربوا السمك بالطريقه دي ويعجبكم جدا. بدات اغلف كده على السريع، وبدأت برضو ان انا ارص في الصاج بالشكل ده. وخلاص على كده ده اللي انا عملته. طبعا انا حبيت كده ان انا اعمل الرد على المفرش ده، وفي الاخر بقى لمه الرخامة هتفضل معايا نضيفة وزي الفل، ولا اكني عملت حاجة ولا زفرت الدنيا ولا اي حاجة. كان باقي كده سمكية كنت عاملها لبنتي، بس دي كنت نضفتها علشان هبدأ ان انا ايه اعملها في طاجن صغير كده في الفرن، عشان هي ملهاش قوي في السمك المشوي. حطيتها كده في طاجن، تحتها بطاطساية، وحطيت طبعا خضار عليها، فص توم وبصلاية وقرن فلفل وقرن شطة وطماطم. طبعا التوابل بقى اللي انت تحبيها. السمك بيحب الملح والكمون فقط، يعني ما بيحبش التوابل الكتير. الكمون بيعزز طعم السمك قوي، بيكون طعمه جميل جدا جدا. هنا عملت بقى التتبيلة دي، حطيت توم وحطيت بصلايه وحطيت قرن شطه وقرن فلفل وطماطمايه، والتوابل برضو كمون وملح. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. وحطيت شوية خل طبعا وليمونتين، الليمون يكون صحيح، ما يكونش متقشر ولا معصور ولا اي حاجة، هو صحيح كده. عايزة اقول لكم ان طعمه بيكون تحفة يا بنات، طعمه بيكون حلو قوي قوي قوي. بصوا، انا السمك البوري هو السمك الوحيد اللي انا بعمله بالطريقه دي من غير ما افتحه. انتي اصلا بتيجي تفتحي السمكيه كده تاكليها، بتبص تلاقي المصارين بتاعه السمكيه متجمعه كده في مكان صغير خالص، والسمكيه قلبها بيكون ابيض ونضيف زي القطن، بيكون حلو قوي، او بعكس اي نوع سمك تاني. يعني نصيحة ما تجربوش الطريقة دي، ان انتوا تشووا سمك بدون تنظيف الا مع السمك البوري فقط، وهو ده اصلا يعني الطريقة الاصلية للسمك البوري. حاولت على قد ما اقدر ان انا برضو اكون عامله التتبيله على قد السمك بالظبط، بحيث ان انا ايه ما يعني ما هقدرش برضو كتير. وده بقى كان شكل السمك. عايزه اقول لكم ان انا حطيت مع التتبيله الدقه اللي انا عملتها دي برضو شويه كده من الخضره، اللي هي البقدونس والشبت والكزبره، بيخلوا يعني بص طعم التتبيله حلو قوي قوي. عملت بقى رز ابيض وسلطه، وده كان غدانا النهارده. يا ربنا يا رب يديمها علينا نعمه ويحفظها من الزوال، اللهم امين يا رب العالمين. وكمان برضو الطبلية كده مكان ما اتغدينا، برضو مسكتها كده، غسلتها بالاسبونجة كده على السريع، وهنشفها تبقى برضو نضيفة وزي الفل. خدوا بالكم يعني برضو السمك بيزفر وبيخلي ريحة الحاجة ايه اللي هي ثابتة شوية، ريحتها سمك. فلو الطبلية بتاعتك او الصينية اللي انت بتاكلي عليها مش بتتغسل، فلازم طبعا تفرشي مفرش سفرة او تمسحيها كويس جدا جدا. بعد ما اتغدينا، بصراحة كنت نمت بقى شوية، اللي هو ما كنتش قادرة افتح عيني. وبعدين قمت قلت بقى ايه اغسل المواعين. دي بقى المواعين اللي كانت طلعت مني من تجهيز الغدا وكده، ما كنتش غسلت حاجة خالص وانا شغالة. قلت بقى بعد الغدا ابقى يعني اغسلهم كده على السريع. اي نعم كانوا كمية محترمة، وده جزائي علشان ان انا ايه سبت
لقيت الدنيا كده مكركبة حواليا، وما سألتش بقى كده، وعملت نفسي مش شايفة ودخلت نمت. بس والله استعنت بالله وما خدوش وقت مني خالص خالص، اللي هو كده على السريع وغسلتهم. ما خدوش مني وقت. حاولي بقى تستغلي وقت غسيل المواعين ده في حاجة مفيدة، يعني تقولي أذكار، تدعي كتير، ادعي لأولادك ربنا يهديهم يا رب ويصلح حالهم. بجد احنا بنربي أجيال صعبة جدا 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 يا بنات، والله العظيم. يعني لولا الاستعانة بالله فاحنا هنخرج عن شعورنا. ربنا يهديهم ويصلح حالهم. يعني احنا بنحاول نصلح على قد ما نقدر جوه البيت، بيطلعوا بره يلاقوا يعني بصوا تناقض رهيب. العالم بره والجو بره بقى مخيف جدا جدا وبقى مقلق قوي قوي قوي. يعني اذا كنت انتي مثلا بتحاولي ان انتي تعلمي ولادك الصح من الغلط، فعندك بره ناس مش بتقول يعني لا صح ولا غلط، وسايبة عيالها كده بجد يأذوا في الناس. فربنا يا رب يبعدهم عن طريق ولادنا، ويكفينا شر اللي ما نقدرش عليه ابدا. لان بجد يعني انا بقلق جدا جدا وبخاف قوي قوي قوي. وبسمع اصلا بوداني وولادي بيحكوا لي حاجات كده فغريبة قوي. ربنا يا رب يسترها علينا جميعا يا رب، اللهم امين. اخر اليوم بقى قلت بقى اعمل كده صينيه كيك. بصراحه انا دايما بعمله، يعني مثلا مرتين في الاسبوع، ممكن مره على حسب. يعني الكيك اللي انا كنت واكلاه الصبح كده مع القهوه كان بقاله حوالي 5 ايام في علبه في التلاجة، فكان ما شاء الله حلو قوي قوي طالما العلبه متغطيه.